عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مش من عنده معانا بتقول أنا متجوزة بقالي سنة وهو ولد وحيد على إخواته البنات من تالت يوم جواز وهو بيضربني، والكلمة الأولى والأخيرة دايما لأهله، ما بيدينيش مصروف في إيدي. لو عاوزة كيس ملح هو لازم اللي يروح يجيبه، لو عايزة حاجة من السوق أمه اللي تجيبها، أهم حاجة إنه ما يدينيش فلوس في إيدي. ولو نزلنا واشترى لي حاجة أهله يفضلوا يحاسبونه عليا وعلى الحاجة اللي اتجابت قدامي، ما كنتش بتكلم، بخيل بخيل لأبعد الحدود. لو عاوزة نص كيلو لحمة أفضل أتحايل عليه بالأسابيع لحد ما يجيبه، أخته اللي تروح تجيبهولي، وكل مرة يبقى عاوزة أروح فيها للدكتور عشان أتابع عشان الحمل تبقى فضيحة، ويضربني ويتخانق معايا ويقول لي لازمتها إيه الفلوس دي اللي هتتصرف لما ربنا يكرم هتبقى تخلفي. وفي السنة دي غضبت عند أهلي أكتر من 30 مرة، والمره دي اخته شتمتني وهنتني قدام، وهو واقف يطبطب على اخته وهي بتشتمني ويقول لها معلش، وضربني وروحت عند اهلي وانا تعبت ومش عارفه اعمل ايه. يا ريت تنصحوني. عموما لو كل حضرتك قلتيه صح فربنا يعينك، يعني صح، ويصبرك على اللي انت فيه. فين قالك من اللي بيحصل ده؟ انت بتقولي بيضربك وبيهينك وده الكلام ده من ثالث يوم من الجواز، فين قالك الموضوع ده؟ دي علامه استفهام كبيره حضرتك انت مش موضحاها. لا وكمان انت بتقولي على انه بخيل، ده البخل ده لوحده قصه كبيره، البخل ده مرض ملوش علاج. صراحه انت غلطانه، وفي نقطه انا مش فاهمها. يعني انت بتقولي بيضربك من ثالث يوم جواز وتفكري في موضوع الخلف، طب يعني الطفل اللي انت عايز تجيبيه دوت عايزاه يجي يشوف الوضع دوت؟ يا جماعه بالله عليكم اي حد بيتجوز او هيتجوز فيدي لنفسه وقت وفرصه كافيه عشان يقدر ياخد القرار بتاع الخلف. ما ياخدش القرار دوت الا لما يتاكد من ان الطرف الثاني عنده القدره العقليه والجسمانيه انه يعمل الموضوع دوت. موضوع الخلفه ده مش سهل، دي روح انتوا بتجيبوها للدنيا، فلازم اضعف الايمان تكون موفرينها اقل حاجه، اقل حاجه انك تعيش في بيئه كويسه، تعيش في وضع كويس. فلازم تشوف الطرف الثاني دوت هل يصح انه يكون اب، هل هو قد المسؤوليه دي، هل قد الحمل ده. بص يعني انت حضرتك اللي بتقولي دوت انا مش هقدر اقول لك حل. انت ممكن بس يعني تكون حاولت او تحاول مثلا تقعدي معاه وتفهمي منه بالراحه ليه بيعمل معاكي كده، برغم ان الحل ده مستبعده جدا. فانت بقى زي ما انت بتقولي ان هو بيضربك وبيهينك، انت كمان بتقولي من ثالث يوم، تمام، ودي عليها نقطه كبيره قوي. فانت بتقولي ان هو من ثالث يوم من الجواز بيضربك وبيهينك وبيعمل كل البلاوي السوداء وبخيل كمان. فصدقني انا مش هقدر اقول لك غير يعني هو الحل قدامك انت تطلقي. لو موضوع الخلفه ده تقدري توقفيه او تبطليه فده يبقى احسن. والله انت شايف ان هو انسان بالاخلاق دي؟ انا بتكلم والعهده على الراوي، انا بتكلم اللي انت بتقوليه دوت يعني بالاخلاق دي كلها، فالقصه مقفوله ما فيهاش حل. يعني واحد بالاخلاق دي ما ينفعش تعيش معاه، ده انسان لا يؤتمن عليه. طبعا القرار ده صعب واحنا عامه يعني ما بنحبش نلجا ليه ابدا، بس في احوال معينه وامور معينه سبحان الله يعني تبقى هي الحل الوحيد. فانا شايف ان انت لو بالكامل ده صح بكل الجواب اللي انت ذكرتيها في البوست بتاعك، هو الحل الوحيد الانفصال، وكل واحد يحل على سبيله والله يسهل له حاله وانت ربنا يسهل لك حاله. وبرضه خدوا وقتك وفكري في كل الجوانب، ربنا يهديك ويهدي له حاله. وشكرا. في النهايه نتمنى تكون فكره في حل المشكله وان الحلقه تكون نالت اعجابكم. ولو في اي حد بتواجه مشكله فما تقدرش تتواصل معانا وهيلاقي كل المعلومات تتصل بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك لان اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه، وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين بالدعاء ومحاوله نشر الروايه والسرديه الفلسطينيه في كل مكان. وكذلك يا جماعه مقاطعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء، وباذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.